يجوا لي كاكوس ويجوا لي تادرة والتمويلات وشو طب الليبيين ما هناك ما يجوا. اللي صار هو البتروح يزيد يعلم 100%. ومشكورين جميعا على الاستضافه ومشكورين على التعاون وبارك الله فيكم. مسرح مفتوح من مكتوب ويقرا اثار اللي تعتبر صالح ما عنده غطاء تغيبه شويه بس ورد عليك سلمنا ولا ترجع سبها. انا رسول الله من الجنوب لا يروح لي انجاز على الارض يعني. والله عندكم في الجنوب هذا ما نش كبار واجد في الاعداد بخلقة 45 كيفنا نحن في الاعداد. كان قاعد برامج وكان قاعد صديق معاهم في هم. شنو؟ امسك يلا. شكرا. شيوخ الطوارق نرحب أجمل ترحيب بالإخوة قادة الجوالة، جوالة كشافة ليبيا، وأقول لهم حللتم أهلا ووطيتم سهلا. وفي نفس الوقت يعني نثمن عاليا هذه الزيارة التي قاموا بها إلى مدينة غات، وفي نفس الوقت أحييهم وأشكرهم على هذه اللفتة الكريمة لتقديم الشكر للأخت رئيسة الشؤون الخارجية بمجلس شيوخ الطوارق. إن دل على شيء فإنما يدل على عمق تأصيل العلاقات الأخوية بين مجلس شيوخ الطوارق. مبروك الشريف رئيسة المجلس القسم الخارجي لمجلس طوارق ليبيا للعلاقات الخارجية الشؤون الخارجية. احنا طبعا الحركة الكشفية نحب نقدموا لك هالتذكار وهالإهداء البسيط المعنوي على كل ما قدمتوه من مجهودات جبارة في سبيل إنجاح فعاليات ونشاطات المخيم الصحراوي الأول لجوالة ليبيا الذي يقيم في صحراء غات في الفترة من 6/3 إلى 12/3. حقيقة مجهوداتكم اللي قمتم بها واستضافتكم وتدليل الصعاب وما قدمتموه سواء كان من دعم مادي أو معنوي احنا نفخر به، وهذه عبارة عن إهداء بسيط لكم لعلكم تتذكرون بالحركة الكشفية، وإن شاء الله يكون لنا لقاء معكم في المستقبل. يسرنا أن نتقدم إليكم بهذه الشهادة تقديرا وعرفانا على مجهوداتكم الجبارة التي بذلتموها في سبيل إنجاح مناشط وبرامج المخيم الصحراوي لجوالة ليبيا، ووقفتكم الجادة من أجل إنجاح مناشط الحركة الكشفية المخيم الصحراوي لجوالة ليبيا صحاري غات مارس 2023.